magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa waxa soo gaaray dadkii ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Suuriya. Dadkaasi waxa kamid ah Maxamed Xasan Saalax oo ganacsi yar ku lahaa suuqii dhawaan dhulka la simay ee Waaheen magaalada Hargeysa. Gudaha magaalada Boorame ayaan kula kulmay waxaana uu iga waramay duruufta soo wajahday. وأنا الكبير في العائلة. أنا كنت أشتغل في هرجيسة وأرسل فلوس لأبي لكي يتعالج من العملية. الآن يا أخوة الإيمان بنتي مريضة وعندي هذا الطفل وأنا جالس في هوتيل وحاجتي ما يعلم بها إلا الله. والله عز وجل قال في القرآن الكريم: ومن عمل صالحا فلنفسه. صدق الله العظيم. magacaygu waa Maxamed Xasan Saalax waxaan ka soo jeedaa dalka Suuriya waxaan Soomaaliland imid muddo ka hor waxaan joogay magaalada Hargeysa waxaan ka shaqaysanayay isla markaasina ganacsi yar ku lahaa suuqii dhawaan gubtay ee Waaheen magaalada Hargeysa waxaan haystaa 2 caruur ah wiil iyo gabadh iyo xaaskayga oo hatta gabadhu waa iga xanuunsanaysaa markii uu gubtay suuqa Waaheen ee Hargeysa ee aan ka shaqaysanayay waxaan ku waayay hantidayda waxaan gurmad maciin biday magaalada Boorama markii aan imid waxaan waayay waxaan ka shaqaysto dadkuna way caawiyeen laakiin waxaan helo waxaan ku quudinayay caruurtayda waxaan doorbiday inaan shaqaysto oo halkii aan dadka bergi lahaa laakiin ma jirto waxaan ka shaqaysto walaalkayga muxsinko waxaan ka codsanayaa inaad isoo caawisid ayuu hadalkiisa ku soo koobay Maxamed Xasan Saalax oo ku hadlay luqadiisa hooyo Carabiga xilli ilintu ay ka daaysay. يا أخوة الإكرام، أنا أخوكم محمد حسن صالح من بلاد الشام من سوريا. قد أتيت قبل فترة إلى بلاد الصومال يا أخوة الإيمان وكنت في هرجيسة. كنت جالس أشتغل يا أخواني في السوق والحمد لله أنا معي زوجتي و2 أطفال. وأتيت إلى بورما بسبب المشكلة الحريق الذي حصل في هرجيسة يا أخوة الإيمان ولجأت إلى بورما. وأتيت إلى هنا يا أخوة الإيمان محتاج المساعدة من الله ثم منكم. أنا يا أخواني والله أنا رجال عيب علي أقول للناس أنا محتاج، أنا رجال لازم أشتغل، ولكن والله يا أخواني قسما بالله أتيت إلى بورما ما لقيت الشغل. الناس يقولون لي اذهب إلى العاصمة هناك الشغل، وهناك يا أخوان يعني والله احترق الحريق الكبير ما ضل ولا شغل ولا أموال والله يعلم في حالهم. دخلت إلى مسجد هنا ويقولوا للناس هنا فقراء يساعدونك بشيء بسيط وأنا أعلم والله الناس هنا تعبانة مثلي مثلهم واحد. يعني إذا معه الصومالي هنا 1 شلن والله يقصفها بالنص ويعطيني إياها، ولكن يا أخوة الإيمان أنا هذا لا يكفي. أنا عندي هذه البنت مريضة وأنا أبي وأمي وأخوتي كلهم في سوريا وأنا الكبير في العائلة. أنا كنت أشتغل في هرجيسة وأرسل فلوس لأبي لكي يتعالج من العملية. الآن يا أخوة الإيمان بنتي مريضة وعندي هذا الطفل وأنا جالس في هوتيل وحاجتي ما يعلم بها إلا الله. والله عز وجل قال في القرآن الكريم: ومن عمل صالحا فلنفسه. صدق الله العظيم. ومحمد عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا ولو بشق تمرة. يا أخواني والله العظيم هذا العوائل اللي شايفينهم الآن أمامكم بحاجة إلى مساعدتكم، بحاجة إلى القلوب الصافية. أنا عيب أطلع على السوشيال ميديا أقول أنا محتاج الفلوس، لكن والله العظيم ضاقت في الدنيا، قسما بالله العلي العظيم ضاقت الدنيا فيني. أذهب إلى المساجد يساعدون حاجة قليلة، وهذا البنت مريضة وهذا عندي الولد وما عندهم جوازات باسبورتات، وأنا أريد أسافر إلى بلادي يا أخواني، لكن والله العظيم لا يوجد معانا. والله يعلم في حالي في بورما كيف عايش هنا. الناس وقت الأفطار تأتي لي بالتمر وبالسموسة يطعموني ويشربوني أنا وأولادي. هذه تريد الحليب يا أخوان؟ والله العظيم قسما بالله أيام ما أجيب لها، أيام الناس تأتي من برا من الخارج تجيب لها. يعني أنا رجال عيب علي أتكلم، ولكن أخواني اختنقت والله العظيم، والله العظيم اتضايقنا هنا. أسأل الله ثم أسأل كل مسلم، كل واحد يشاهد هذا الفيديو ويراني أنا محمد حسن صالح، أسألك بالله أن كان قلبك صافي ساعدني لوجه الله تعالى ولهذه الأطفال. لا تساعدني، أنا لا أحتاج المال القليل أو الكثير، أنا لا أريد أن أكون غني، أريد بس أطعم أولادي وأستر نفسي أنا وعيالي. الله يبارك فيكم والله يستر عليكم جاه سيدنا محمد.
fadlan walaa wixii caawimaad u diraysid ugu hagaaji taleefanka shaashada kaaga muuqda. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, telefishinka CBA Boorama.